السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في مطبخ الزيتون الأخضر. معكم هند. غيبت عليكم شي شويه الاسبوع اللي فات، عطيت لكم غير وصفه واحده كما كتشوفوا معي، لانه كنت مريضه ومازال مريضه، فقلت ما نغيبش عليكم مازال ونكملوا مع السلسله ديالنا. دونك الفيديو ديال اليوم هو كيكه الجزر بدقيق القمح الكامل مع كريمه خفيفه جدا، كريمه ديال الجبن. دونك وصفه لذيذه جدا وصحيه، كيكه الجزر اللي تنعرفوها جميع كتكون منسمه بزاف وفيها بزاف ديال يعني لي زاغوم تيكونوا فيها، وكتجي لذيذه وصحيه كذلك. بهذه الطريقه اللي غادي نعطي لكم اليوم هي فكره فقط باش تحاولوا تبدلوا مقادير بمقادير اخرى وتستعملوها باش تحصلوا على وصفه صحيه اللي تقدروا تناولوها وبلا ما تضركم. نخليكم مع المقادير اللي غادي توجدوهم دائما باسفل الفيديو، ونبداو على بركه الله في تحضير الوصفه. دونك غادي ناخذوا اناء جوج. دونك غادي نفرقوا اصفر البيض مع ابيض البيض، وغادي نطربوا الابيض بوحدو والاصفر غنخليوه باش نضيفوا عليه المقادير. دونك بالنسبه للمقطع اللي فيه التطراب ديال اصفر البيض مع المقادير فانا تمسح ليا من الكاميرا، فغنقول لكم اشنو درت بالضبط. فانا خديت اصفر البيض طربته مع السكر سنيده، وكذلك مع السكر دونك السكر سنيده اللي اختاريت انا سكر بني، وكذلك ضفت مع هذاك اصفر البيض ضفت بالنسبه لي انا في الوصفه ديالي خديت معلقه كبيره ديال زبده اللوز، ومعها معلقه كبيره ديال زبده الفول السوداني ولا البينوت بوتر اللي عوضت بهم زيت الروميه. يعني في هذه الوصفه ديال الكيك اللي استعملتها ما درتش فيها زيت نباتيه، ولكن فقط اعتمدت على هاد جوج ديال الزبدات. دونك الزبده ديال الالموند وكذلك الزبده ديال الفول السوداني. الا ما عندكمش فانا حطيت لكم المقدار بالضبط شحال غتستعملوا ديال الزيت نباتيه. دونك بعد ما خلطت هذوك اصفر البيض مع هاد المقادير مع السكر بني، ضفت عليهم هنا المقادير الجافه اللي هي طحين يعني دقيق القمح الكامل، وكذلك 50 غرام ديال دقيق ابيض عادي، معهم 7 غرام ديال كاكاو باودر، وكذلك واحد 2 معالق صغار تقريبا ما يكونوش عامرين ديال بيكنج باودر اولا خميره الحلوى. من بعد غادي نضيفوا الجزر محكوك اللي حكيته، وغتخلطوه مع هاد المقادير. دائما المقادير اللي خلطناها مع اصفر البيض وابيض البيض اللي خليناه حتى الاخير اللي طربناه حتى طلعناه كما كتشوفوا معايا. دونك ابيض البيض طربته مع قبصه ديال الملح وكذلك ساشي ديال فانيلا. دونك غادي ناخذ الابيض البيض وغادي نضيفو على المقادير اللي درتهم. يعني غادي نحاول نزيدو على 3 المراحل. المرحله الاولى غير خلطوا يعني عادي بلا ما يعني غير خلطوا عادي بالزربه باش ناليجيو هذاك الخليط ديال العجين. ومن بعد في المره الثانيه والمره الثالثه اللي غتضيفوا فيها ابيض البيض فضروري ما تخلطوا يعني بالمهل على اساس تهزوا العجين من تحت الى فوق باش ما تكسروش هذاك ابيض البيض وباش يعاونكم باش يطلع لكم الكيكه ديالكم. دونك كتخليو هذوك كتكملوا هذاك ابيض البيض. من بعد ما كتكملوا على 3 كتاخذوا الطاوه اللي غادي توضعوا فيها الكيكه ديالكم كما كتشوفوا معايا. غادي تحطوا فيها العجين ديال الكيك وغادي ندخلوها الفران طيب على درجة حرارة 170 حتى 180 درجة لمدة 40 حتى 50 دقيقة، على اساس تخرجوها وتقلبوها من الوسط، تخشيو فيها واحد العود ويبان لكم راها طابت من الداخل، وتنخليوها حتى كتبرد. بالنسبه لي انا وصوبتها مثلا اليوم والغد ليها درت ليها الكريمه ديالها. دونك خليتها حتى بردات وحتى باتت ليله كامله عاد الغد اللي استعملتها. دونك بالنسبه للكريمه كما شفتوا معايا انا مستعمله كريمه لايت يعني خفيفه او قليله الدسم، كذلك فيلادلفيا او الجبن اللي استعملت حتى هو بالنسبه لي هنا ما كانش عندي لايت، ولكن راه كاين في المحلات التجاريه، فانتم ممكن
تلقاو هاد الجبن يعني قليل الدسم، وكذلك حتى السكر كلاصي. فانا استعملت هنا كميه قليله جدا، فقط 5 معالق صغار ديال السكر كلاصي اولا السكر ثقيل، معاه معلقه صغيره ديال الكونفيتور اولا المربى ديال البرتقال، وكذلك قشور ليمونه اولا قشور حامض. وتنطربوا هاد الجبن مع السكر، وغنخليو حتى الكريمه السائله حتى الاخير، وغادي نضيفوها. كريمه السائله خاصها تكون بارده، يعني خرجتوها عاد من الثلاجه، وكذلك حتى هاد الجبن خاصو يكون بارد مزيان قبل ما تخلطوه مع هاد العناصر. دونك انا استعملت هنا علبه كامله ديال هذاك الجبن، دونك جبن فيلادلفيا اللي ولينا تنعرفوه كاملين، قياس 280 غرام. وكذلك استعملت كما قلت لكم مع هذيك 100 غرام ديال الكريمه السائله القليله الدسم، والسكر كما قلت لكم راه قليل جدا، ف5 المعالق صغار، ففعلا جات لحد في القد في المذاق الحلاوه. فبالنسبه للناس يعني ما دايرينش حميه غذائيه اولا تيتناولوا السكر عادي، فممكن تحاولوا حتى تضعفوا المقدار ديال السكر فتضيفوها. كتبداو تطلعوا فيها حيت هي كريم بحال غادي نطلعوا لا كريم شونتيي، غير تبان لكم يعني تقالت شي شويه، فغادي نتحبسوا. ما حاولوا ما تبقاوش تطربوا فيها بزاف. دونك الكريمه ديالنا جهزات، والكيكه ديالنا حتى هي صوبتها كما قلت لكم البارح. و يعني بالنسبه ليا وخديت الكريم هنا الكيكه ديالي قسمتها على جوج، كيما ممكن تقسموها على 3. بالنسبه لي انا ما بغيتش نكثر الطبقات، فممكن تسقيوها كذلك. انا ما بغيتش نسقيها دائما باش نحاول نتفادى هذيك كثره الحلاوه، لانه ملي غادي نسقيها غادي على الاقل غندير فيها ان سيرو باش نسقيها. فانا حاولت نتفادى هذاك السقيان ودرتها فقط ديريكت للكريمه. فبالنسبه لكم غادي نسقيوها الا بغيتو. هنا خديت هذيك لاكروت ديال هذيك الكيكه من الفوق وقطعتها باش حتى انا نقادها من الفوق وما تبقى ليش ديك لاكروت من الفوق طالعه. فحاولت نقطعها وضفتها مع الكريمه في الوسط ديال الكيك باش ما نضيعهاش، وخليت منها شي شويه اللي غنزين به الكيك من الفوق كما غادي تشوفوا معايا. دونك وضعت الكريمه الوسط ديال الكيك ومن بعد من الفوق ديال الكيك. وبالنسبه لكم كما قلت لكم ممكن تقطعوها على 3 هاد الكيك الا بغيتو، اولا على 4 اللي بغيتو. وغادي نزينوها. هنا زينتهم بواحد الجزرات اللي دونك صوبتهم بالعجينه السكر وزينت بهم هاد الكيكه ديال الجزر. بالنسبه للون ديال الجزرات فانا ما كانش عندي اللون برتقالي، فدرت فقط لون اصفر وحاولت نزين بهم. حاولت كما قلت لكم خليت شي شويه من هذيك لا كروته ولا ديك الفرتيس ديال هذيك الحلوه اللي حيت من الفوق وزينت به من الفوق كيجي المنظر ديالو زوين. وكذلك قشور ديال الليمون اولا قشور د الحامض حتى هو زينت به. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديال الجزر اللي صوبناها بدقيق القمح الكامل، وكذلك بكريمه اللي دونك قليله الدسم. الوصفه كتجي لذيذه جدا ورائعه، كتمنى تجربوها ان شاء الله وتعجبكم. دونك ما تنساوش ديروا لايك وبارطاجي لا فيديو، تشتركوا معنا في القناه. كنعتذر على صوتي مره اخرى لانه الا ما سمعتوش شي حاجه ولا كان عندكم شي تساؤل فخليوه لي في تعليق باسفل الفيديو. ما تنساوش ديروا لايك وتلتحقوا بنا على صفحتنا على الفيسبوك كذلك على الانستغرام. تلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.